7 أعمال في يوم الغدير، شنو تقدر سوي من هذه الأعمال؟ الأمر الأول زيارة الإمام علي عليه السلام والحضور عنده. فالرواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه أن الله عز وجل يغفر لمن حضر عند أمير المؤمنين في يوم الغدير ذنوب 60 سنة. إذا ما تقدر تجي للزيارة اقرأ زيارة أمين الله وزيارة يوم الغدير المخصوصة. العمل الثاني هو الغسل. العمل الثالث هو الصدقة. أي مال تقدمه بيوم الغدير لفقراء لمحتاجين راح يتضاعف ويسجل لك 100,000 ضعف. العمل الرابع هو طلب الحاجة، فالوعد من أئمتنا سلام الله عليهم أن اللي يطلب حاجته بيوم الغدير حاجته مقضية إن شاء الله. العمل الخامس هو الصيام يا أحبائي. صيام يوم الغدير يعادل صيام عمر الدنيا، وكأنه من بدأت الدنيا إلى أن تنتهي أنت صائم. العمل السادس هو إفطار الصائمين. إذا تفطر لك صائم واحد بيوم الغدير وكأنك قد قدمت الإفطار لمئات الآلاف من الأنبياء. العمل السابع والأخير وهواية جميل، إظهار الفرح والسرور في هذا اليوم.